السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. نسمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حمص الشام طبعا مفيش احلى من حمص الشام في الشتاء، وبصراحه انا عيالي بيعشقوه. يعني ممكن يحطوا لي كوبايه الا ربع حمص والباقي ميه. ده كيلو نقعته قد ساعه ساعتين على ما خلصت اللي ورايا في الشقه، وجيت غيرت له الميه وحطيت له ميه نظيفه وحطيته على النار واداني الغليان اللي انتوا شايفين ده. تمام. جبت الشفشق ده بتاع الخلاط، حطيت فيه بصلايه، 4 طماطميات، معلقه توم مهروسه كبيره، شويه ميه ضربناهم كويس بكمون وكزبره وهنحطهم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ادي حمص الشام، ولا غلبه ولا اي حاجه. شفشق ضربت فيه بصلايه، فص توم او معلقه توم كبيره مهروسه من اللي متخزنين عندك طلعيهم من الفريزر كده، 4 طماطميات والكمون والكزبره، واهو هسيبها تاخد وتدي مع نفسها. واول ما تبدأ تغلي تاني هديها شوية الملح بس مش قوي، انا عايزة الملح اللي يطعم لي الحمصايه، عشان لما تيجي تحطي اخر غليان في شوية الملح ما بتشربش الحمص، لان بتبقى خلاص خدت غليانها وشربت سواها بالمية اللي فيها، فلازم تشرب سواها بالمية اللي فيها ايه طعم الملح المظبوط اللي انت تقدري تاكليه بيه. تمام. وهنديها عصرة ليمون. نسيب ده بقى ونغطي عليه، ومع نفسه مع اول غليان هوطي عليه. ما تنسيش مع اول غليان بنوطي عليها ونغطيها ونكشف الحلة كده حاجة بسيطة عشان ما تغرقناش البوتاجاز بتاعنا. تمام. يلا بينا بقى لما تبدأ تغلي تخش على سوا ونحط لها الملح نشوف الحمص بتاعنا. خلصنا حمص الشام وحطينا عشان ناكل ونشرب اهو. بصوا لونه، ولا بصلة باينة ولا طماطماية ولا توماية ولا اي حاجة. جميل. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طعمه جميل وتحفة، وتتدفوا كده بيه وانتوا قاعدين تحت البطانية. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا، وتدعوا لي دعوة من قلبكم وتشتركوا في القناة، ولعل الله يستجيب لي ولكم. السلام عليكم.